السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في قناتي على اليوتيوب. في هذا الفيديو إن شاء الله سنأخذكم معنا إلى واحد من أجمل المرافق السياحية في الجزائر. سنذهب حيث تطيب المناظر وتجبر الخواطر ويتحول الكبار بقلوب كالأصاغر. سنسبح ونمرح بين أمواج الشاطئ الكبير، سنجرب كل الألعاب والمنزلقات الممتعة، سنسير بين الرمال الذهبية اللامعة ونشارككم أيضا سهرتنا الرائعة في هذا المكان الذي يعد الأفضل خدمات والأقل تكلفة وأسعارا في الجزائر. السلام عليكم مشتركين قناتي. بسبب العقوبات التي سلطت على قناتي مؤخرا أصبحت فيديوهاتي لا تصل إلى الكثير من الناس، ولهذا فإني أطلب من مشتركين قناتي القدماء طلب صغير جدا، وهو إلغاء الاشتراك في قناتي وثم إعادة الاشتراك مرة جديدة ومع تفعيل زر الجرس. شكرا لكم أصدقائي على المساعدة ومشاهدة طيبة. إذن أصدقائي، بعد حوالي 30 كيلومتر انطلاقا من مدينة باتنا على الطريق الشمالي، وصلنا أخيرا إلى مخرج بلدية جرم. نحن هنا أمام الحديقة المائية لومبي فاميلي بارك. الحديقة أيضا تبعد بحوالي 90 كيلومتر عن ولاية سطيف، و80 كيلومتر عن ولاية قسنطينة، و40 كيلومتر عن مدينة عين مليلة، وهذا ما يجعل أغلب القادمين إليها من هذه الولايات. تذكرة الدخول إلى الحديقة المائية كلفتني 1600 دينار جزائري، بالدارجة الجزائرية 160 ألف سنتيم. بعد دفع ثمن التذاكر كل المرافق والألعاب المائية ستكون مجانية تماما، بما فيها الكراسي والمظلات الشمسية، المراحيض، مرشات الدش، بالإضافة إلى موقف السيارات. والأكثر إثارة للإعجاب أن النقل من وإلى أغلب البلديات في باتنا مجاني تماما. أسطول كامل من الحافلات المجانية سخر يوميا من أجل توصيل سكان البلديات البعيدة. توجهنا مباشرة نحو الشاطئ الصناعي لنحظى ربما ببعض الصور قبل الوصول الكبير للعائلات. المكان كان رائعا جدا وفي غاية النظافة والترتيب. أما المساحة الكبيرة فهي كافية جدا لتعطيك شعورا مشابها ربما لأجواء الجزر البحرية الجميلة. الأمواج الاصطناعية الممتعة كانت لمسة رائعة لخلق أجواء مرحة، إنها تبدو حقيقية بشكل لا يصدق. الشاطئ الرملي يمتد على مساحة 5000 متر مربع من الرمال، بالإضافة إلى 2000 متر مربع من المياه. في الحقيقة 1600 دينار جزائري في بعض الشواطئ الجزائرية لا تكفيك حتى لكراء مظلة شمسية محترئة. أصبح الحصول على بعض الظل في الولايات الساحلية احتكارا محتما يكلفك أكثر من أجرتك اليومية، بالإضافة للاستغلال والتعامل السيء. قراصنة الباركينج والشواطئ وجشع التجار أصبحت أمورا مستفزة ولا تطاق في أغلب الشواطئ الجزائرية. من الرائع لو تنعم كل الولايات الداخلية بحدائق مائية مماثلة وبعيدا عن مصاصين الدماء. المكان أيضا يقدم الكثير من منشطين الأطفال، بالإضافة إلى المهرجين وعازفين الدي جي في الشواطئ. الأطفال يبدون سعداء ومستمتعين جدا بحفلتهم الصغيرة. ساعة قليلة وتبدأ الحفلة المائية، حيث يدخل الجميع إلى الماء للرقص على أنغام الموسيقى.
الأجواء كانت خيالية وفي غاية المرح والسرور والاغتباط. الشيء الجيد في هذا المجمع المائي أنه يسمح لك بإدخال الطعام والشراب من الخارج ولا يفرض عليك أي احتكار، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مطعم ومقهى وخيمة شاي وأيضا محلا لبيع ملابس السباحة لكل الأصناف. وكعينة عن الأسعار، بعد تناولنا الغداء مثلا كلفتنا علبة بيتزا 350 دينار جزائري، ساندويتش بالدجاج أيضا 300 دينار جزائري، بينما فنجان قهوة 50 دينار جزائري وقارورة ماء 50 دينار جزائري. الأسعار تبدو معقولة إلى حد بعيد بالمقارنة مع أماكن أخرى مشابهة، حيث يتم إقصاء الفقراء من حق الاصطياف بشكل مباشر وجشع. الشيء الوحيد الذي لم يعجبني في هذا المجمع هو عدم وجود تخفيضات للعائلات الكبيرة. ليس من المعقول أن تدفع عائلة متكونة من 5 أو 6 أشخاص ثمن التذاكر كاملة. مع حلول ساعات المساء اللطيفة توجهنا لتجربة بعض الألعاب المائية. البداية كانت من هذه المنزلقات الكبيرة والعالية والتي تضم 6 مسارات مختلفة التصاميم. يبدو أن هناك إقبالا كبيرا للشباب على هذه اللعبة المنعشة. بمجرد اقترابك من المكان ستسمع الكثير من الصرخات الحماسية العالية والمتكررة. اللعبة قد تبدو ممتعة جدا للكثيرين، لكنها أيضا قد تكون مخيفة لمن يعانون من رهاب المرتفعات أو الأماكن المغلقة. هيكل اللعبة قد يكون بارتفاع عمارة من 5 طوابق. بالحقيقة بعد التجربة اللعبة كانت غاية في المتعة والمرح. التزحلق في هذه المنحدرات يرفع نسبة الأدرينالين بشكل مفاجئ ورائع. ستحصل على المزيد من الإثارة والحماس في كل منحدر جديد. ربما ستكون علاجا ممتازا لمن يعانون من الكآبة والملل، لكنني لا أنصح بها أبدا لمن يعانون من رهاب الأماكن الضيقة. وغير بعيد عن موقع المنزلقات الكبيرة هنا أيضا هيكل المنزلقات المتوسطة الارتفاع. يبدو أنها تحظى بشعبية أكثر وإقبال أعلى خصوصا من الأطفال. هذا الهيكل يضم 7 مسارات مختلفة الأشكال والتصاميم. الجيد في الأمر أن المنزلقات مكشوفة وغير مغلقة، كما أنها تنتهي إلى مسبح صغير. بعد التجربة لعدة مرات يبدو أنها بدأت تصبح كالإدمان بالنسبة لي. اللعبة كانت غاية في الترفيه والمرح، الجميع مبتهجون هنا في هذه الأجواء المنعشة. هنا أيضا المنزلقات المخصصة للأطفال الصغار. من الواضح أنها صممت لتكون أكثر جمالا وجاذبية بألوانها المشرقة ورسومها الطريفة. إنها تبدو كجنة الأحلام بالنسبة للأطفال. المياه هنا قليلة العمق وآمنة جدا، كما يمكن للعائلات الجلوس تحت المظلات الشمسية المحيطة بالمسبح ومراقبة أطفالهم عن قرب.
والجدير بالذكر أن المكان بأكمله عائلي وبامتياز. الاحترام العالي والاحتشام مفروض على الجميع، كما أن تعامل العاملين والموظفين بالموقع كان في غاية اللطافة والترحيب. فعليا أكثر شيء أعجبني في هذا المجمع المائي هو التعامل الراقي وابتسامات العمال مع كل الزائرين. وللأسف نحن نفتقر كثيرا لهذا النوع من التعامل في أغلب المراكز السياحية الجزائرية والفنادق، حيث يستقبل الزائرون بالقزولة في الشواطئ وبالعبوس وعدم التقدير في الفنادق والمطاعم. وصلنا أخيرا إلى المسبح الكبير للرجال. المسبح واسع وفسيح وذو عمق متدرج يلائم المحترفين والغير المحترفين أيضا في السباحة. وعلى الجهة الأخرى للمجمع مسبح كبير آخر للنساء يتمتع بنفس المواصفات تقريبا، وبني خصيصا في زاوية بعيدة ليلائم حرمة النساء المحتشمات. الشيء الثاني الذي لم يعجبني في هذه الحديقة المائية هو موعد إغلاقها المبكر جدا. إغلاق المجمع المائي على الساعة 6 مساء كان شيئا مزعجا جدا وغير منطقي بالنسبة لي. بعد الإغلاق توجهنا نحو الجناح الثاني للمجمع الكبير، جناح الألعاب اليابسة، والتي يفصل بينها وبين الألعاب المائية سور صغير. يجب عليك أن تدفع تذكرة أخرى خاصة لدخول الألعاب اليابسة. إذا كنت قادما من الحديقة المائية ستدفع فقط 400 دينار جزائري كنوع من التخفيضات لمستعملين الحديقة المائية، بدل 600 دينار جزائري وهو السعر الأصلي للحديقة اليابسة. الحديقة اليابسة صممت على شكل غابة كثيفة الأشجار تكسوها أرضية عشبية رائعة الجمال. يمكنك أن تلاحظ بوضوح أن كل لعبة هنا تحيط بها الأشجار الكبيرة من كل مكان، وهذا ما يعطي وفرة كبيرة في الظلال وصفاء منعشا في الهواء. في هذا المكان سيطيب لك حتما أن تطلق سراح ذلك الطفل الصغير الذي بداخلك. الجميع يلعبون هنا كبارا وصغار، ولا أحد يكترث بآراء الآخرين. من الرائع جدا أن تقوم بتجربة كل هذه الألعاب بشكل غير محدود، بالإضافة إلى الألعاب المائية بيوم كامل وبمبلغ لا يتجاوز 2000 دينار جزائري مجتمعا. أعتقد أنه سعر معقول بما فيه الكفاية. من المؤكد أنه من ناحية الأسعار والتعامل الجيد لومبي فاميلي بارك باتنا هو الأفضل على الإطلاق في كامل أنحاء الجزائر. الحجم الكبير واتساع المكان يجعله يبدو كمنتزه طبيعي كبير.
المجمع بأكمله يتربع على مساحة 220 ألف متر مربع، بينما الحديقة المائية وحدها تتربع على مساحة 46 ألف متر مربع، وهذا يعني مساحة شاسعة للتنزه في الجوار. في آخر المساء وبعد تناول العشاء اجتمع كل الحاضرين في الأرضية العشبية لمشاهدة الحفلة الموسيقية. السهرة كانت من إحياء فنانين مشهورين في المنطقة ويحظون بشعبية كبيرة. فارس الشاوي وعادل الشاوي قدم سهرة غنائية تقليدية رائعة. الجميع كانوا سعداء، خصوصا أن الأغاني كانت محترمة جدا وتناسب حرمات العائلات الحاضرة. في الأخير أصدقائي، لا يبقى لي إلا أن أستودعكم الله وأترككم مع بقية الفيديو. شكرا لكم على مرافقتي في هذه الرحلة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر الجرس، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله. الطفل السوي قمة من أهلاك الحالة الشبانة يعقب أنا على الشبانة واحد في الريش كدانة